في حديث لصحيفة بل لتلفزيون الدنيا ضمن برنامج عين على الحدث، أكد المعارض السوري سائر الخطيب وجود مسلحين في منطقة جسر الشغور. الآن آمنت مؤخرا ما حدث من جرائم في جسر الشغور. هذا واقع أنا لا أملك بشكل من الأشكال كمواطن عاش المعاناة بحكم أقرباء لي موجودين. توثقت لدي من حيث النتيجة أن هناك جرائم فظيعة هزت لوجدان المواطن السوري، وأعتقد ما في جريمة بالتاريخ سوريا كما حدث في جسر الشغور في المرحلة الماضية. طيب ما نرتكب هذه الجرائم بما أنك تقول لديك أدلة ووثائق؟ أنا أدلتي ووثائقي هم علاقاتي الأسروية وأقاربي الذين لاحظوا ورأوا ونقلوا لي، لأنهم أغلبهم عادوا إلى حلب ما راحوا لتركيا ولم يحولوا أنفسهم إلى لاجئين، وهذا موضوع آخر. لكن بالنتيجة أنا أمام واقع هناك دم مواطن ماذا سوري. نقلوا لك؟ هنا أنا أجزم جميع ما تم نقله عبر وسائل الإعلام سيما تلفزيون الدنيا كان لا يمثل إلا 50% من حقائق ما حدث. ليس هذا التصريح بقصد إثارة الضغوط النفسية عند المواطن بقدر ما هو حقيقة مفجعة كانت، أن هناك عملية قتل وعمليات تمثيل وعمليات حرق وإلى آخره. هذه وقائع ما عاد في مجال نحن نقدر ننكرها نهائيا. من قام بها؟ أجمل مصطلح حتى ما أظلم فيه حدا هن الرعاع بكل ما تعني الكلمة من معنى. ناس فقدوا أبجديات أي مفهوم إنساني، لكن مع الأسف هن سوريين. إلى ذلك